من 20 يوم فاتوا قررت ان انا جسمي مش عاجبني، وفي خلال ال 90 يوم الجايين هحوله من المنظر ده للمنظر ده. والنهارده برضو قررت ان انا ما اكلش فراخ مسلوقه وهعمل تشيكن تاكوز. يلا بينا. قطعت الفراخ اي تقطيعه وخلاص، التقطيع مش تفرق معانا في الاخر. توابل، شطه، توم بودره، بصل بودره، بابريكا، فلفل اسود، ملح، رشه زيت زيتون. وعايز بعد ما تتعك هتطلع بالمنظر ده، مش افتح من كده. وعلى طاسه سخنه ولازم تكون سخنه، هتسيبها تستوي ربع ساعه. في بوله هتجيب فلفل وبصل ونفس التوابل اللي انت حطيتها على الفراخ هتحطها على الفلفل وتقلب كويس. بعد ما الفراخ استوت هتقطعها نساير بالشوكه، عشان كده في الاول قلت لك ان التقطيعه مش فارقه معانا. بعد كده في نفس الطاسه هتحط الخضار وعليهم 3 طماطميات مضروبين والفراخ اللي انت لسه مقطعها نساير، وهتوطي النار وهتسيبها تتسبك على مهلها لحد ما توصل معاك بالمنظر ده. هتجيب التورتيلا تاخد وش بس من الخلطه. بعد كده على الجريل هتحط الوش اللي خد التتبيله تحت، ومن فوق هتحط الفراخ. بعد كده رشه موتزاريلا ودي اختياري، وتسيبها بالظبط من 3 ل 5 دقايق عشان ما تتحرقش منك بس. وبقى معاك احلى دايت تشيكن تاكوز ممكن تاكله في حياتك. اهم حاجه دلوقتي انك ما تنساش تعمل فولو عشان تكمل معايا بقيه الرحله للاخر.